عشان يكسبوا 3 خيارات في الساعة، جماعة الكابا وافقوا يشتغلوا 24 ساعة من غير نوم. وعشان طاقتهم متضيعش من قلة المية، المدير المستغل جهز لهم جل مرطب بيحطوه على دماغهم عشان يكملوا شغل بنشاط، وبكده المدير بيطلع بأكبر مكسب وأقل تكلفة. لكن الشغل الضغط ده تعبهم وبدأوا يقعوا من الإرهاق. في اللحظة دي كابا جاك وقف، وأخوه الصغير افتكر إنه هيحتاج، بس جاك اقترح على المدير يركب دوشات مية مجانية طول اليوم. المدير وافق فوراً ورقى جاك لمنصب إداري. وفي استراحة قصيرة، جاك وأخوه افتكروا أيام الريف لما كان حيلتهم 3 خيارات بس في اليوم، لكن كانوا أحرار وعايشين حياة رايقة، لحد ما جه الراجل الفقر ووعدهم بشغل ب3 خيارات في الساعة، فصدقوه ونقلوا للمدينة وتحولوا لوسيلة مكسب للمدير. وطبعاً السمسار كان أكتر واحد كسبان، بس جاك عماه الطمع وبدأ يساعد المدير، لحد ما باقي الكابا شافوا إعلان توظيف لشغل ليلى في محل بيدي $1000 في الساعة، يعني 20 خيارة. ساعتها فهموا إن ضحك عليهم. اتجمعوا في مكتب المدير يطلبوا حقوقهم، فرد بغرور: القوانين دي للبشر بس، انتوا كشخصيات خيالية مالكمش حماية، ولو سبتوني محدش هيشغلكم. الكلام ده أحبطهم جدا وحسوا بقلة الحيلة. من كتر الضيق نزلوا المدينة وبدأوا يضايقوا البشر ويستنزفوا طاقتهم، والمفارقة إنهم بس كانوا عايزين يشتغلوا بكرامة. ومع تعب الناس وصل المعالج كيتار، بس لقى نفسه وزمايله محاصرين من المجموعة. في اللحظة دي ظهر MY اللي بيدي طاقة ملهاش آخر، فأنقذ كيتار وزمايله وجريوا ناحية جاك. ولما المواجهة قربت ظهر أخو جاك الصغير ووقفهم وطلب من أخوه يرجع الريف معاه، وقالوا إن كل اللي يهمه يفضل جنبه. جاك استوعب الكلام وأخد أخوه في حضنه. وفي النهاية رجع الكابا للريف، ورغم إن الخيار ما كانش كتير، إلا إن الراحة رجعت لوشوشهم من تاني.